ان شاء الله بخير. اليوم راح نعمل مع بعض هاي صدور الدجاج مع الخضار والذرة على طريقتي، تابعوني. عندي هون كيلو صدور مقطعيتهم مكعبات هيك، راح احط فوقيهم البهارات كلها نص معلقة صغيرة، توم بودرة، بصل بودرة، شطة حارة، رشة هيل، كزبرة يابسة، بهارات كاري، فلفل اسود، زنجبيل مطحون، اوريجانو. بحط البهارات هاي كلها فوق الدجاج، كمان معلقة توم وزنجبيل فريش انا طاحنيتهم مع بعض بحطهم فوقهم، بسم الله. ومعلقة شطة سائلة اختياري طبعا اذا بتحبوها حارة او لا، ومعلقتين صويا صوص، بتنتبهوا للملح بس تملحوا لانه صويا صوص مالحة شوي. وبمزج المكونات هاي كلها مع بعض. وهلا بعد ما خلطتهم كتير منيح راح اغطيهم واحطهم، اتركهم شغلة ساعة هيك او ساعتين ينقعوا بالمزيج. عندي هون المقلاية سخنة، بسم الله الرحمن الرحيم. راح احط معلقة زيت زيتون، فيكم تحطوا زيت عادي بس انا بحاول اخليها صحية شوي. بعدين بنفضي الدجاج، بسم الله. تركته ساعتين الدجاج بالخليط، بقلبه، بضل يقلبه باستمرار لحد ما يتغير لونه. هبدي يعني ينزل المي تبعيته. وهلا بعد ما تغير معنا لون الدجاج رح نحط علبة الذرة، بسم الله. ذرة معلبة. وعندي هون بصلة بيضاء مقطعتها مكعبات وبصلة خضراء، بقلبهم مع بعض وبغطيهم لحد ما يستوي مع الدجاج. بقلبهم منيح وبغطيهم، بس يستوي الدجاج معي نحط الفلفل. وهلا بعد ما استوى معي الدجاج دقته طبعا، بسم الله ما شاء الله. لو فيني اوصل لكم الريحه شي خيال. حطيت فلفل الوان اخضر اصفر احمر من كل لون وحده، بقلبهم مع بعض. ما بدي الفليفله تدبل كتير، مقطعيتها مكعبات. بقلبهم هيك بتركن 10 دقايق بس، بطفي تحتهم بتكون صارت اكلتنا. طبعا زبطت الملح، انا كنت حاطه ملح الثوم والصوص الصويا فيه ملح كمان. دقت الدجاج بس استوى، زبطت ملحه. هلا كل شي تمام، اتركها 10 دقايق بس وتصير جاهزة عندنا للتقديم. وهاي حبايب قلبي النتيجة النهائية. طبعا الطعم خيال. عملت جنبها رز ابيض، فيكم تعملوا رز بشعرية حسب ما بتحبوا. جربوها واعطوني رأيكم. لا تنسوني من الدعم واللايك والشير والاشتراك بالقناة، محتاجة لدعمكم، ربي يسعدكم. ولا تنسوني من تعليقاتكم.